مو كل واحد ترى جاي لالمانيا انه قبلك انه هو يكون احسن من عندك. شو رسالتك لاي حدا بده يجي يدرس في المانيا؟ شوف، نصيحتين صراحه كنت اتمنى اعرفهم قبل لا اجي المانيا. النصيحه الاولى قالها ديل كارنيجي كتابه، انه كيف تكتسب الاصدقاء وتعثر على الاخرين. زين، وهي جمله: انت عباده اي واحد بالحياه، انت معدل 5 اشخاص اللي تقضي وياهم وقتك اكثر شيء. راح اعيد: انت معدل 5 اشخاص اللي تقضي وياهم وقتك اكثر شيء. يعني اذا انت بالمدرسه عندك 4 اصدقاء كساله وصديق واحد شاطر، انت بطبيعه الحال راح تنتج ان تكون طالب كسلان. اذا عندك 4 اصدقاء شطار وطالب واحد صديق واحد كسلان، راح يكون توجهك لا ارادي ان انت تكون طالب متفوق. فدير بالك من تجي هنا، محيطك يعني انه يكونون من نفس الرتم، من نفس التوجه، واحد يسحب الثاني للاعلى. ونصيحه الثانيه من عندي هاي، انه دير بالك من ياثر عليك ومن يوجهك. مو كل واحد ترى جاي لالمانيا انه قبلك انه هو يكون احسن من عندك يعني، او فاهم بشكل. شوفه انت، اذا هو بالمجال اللي انت تريد توصل له اسمع من عنده. ابسط مثال يعني، تخيل انت تريد تفوت للجيم وتبني عضل وتنزل وزن، ويجيك واحد سمين ويقول لك انت شلون تاكل وشلون تتمرن، راح تسمع من عنده؟ لا، صدقاً. نفس الموضوع جاي لالمانيا. والتوفيق للجميع. شكرا، صدقا معلومات قيمه، وان شاء الله بنشوفك في الفيديوهات القادمه. دائما وابدا اخوي عباد، الله شكرا يسعدك. جزيلا.